السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. بتتعبي من الكرنب انه يبوظ بسرعة، عايزة تحافظي عليه طازة ولفترة أطول. شفت كذا فيديو على السوشيال ميديا اللي بتخزني الكرنب بدون سلق، وأسهل طريقة لحفظ الكرنب طازة لمدة السنة. وفري وقتك وجهدك وتعالي نشوف الطريقة دي، تعالي نشوفها معايا. هنا كان حد يعني جايب لي كرنب، انا مش شارياه، كان جاي لي كده فخفت يعني، سبته يوم كده وخفته يبوظ، كنت مكسله ان نسلقه يعني. فشفت الطريقة ديت على النت وقلت نجربها معاكم. هنا جبت الكرنب هنخزنه ني كده بدون سلق، زي ما انتوا شايفين كده الطريقة، زي ما انا ما مقطعه كده. بتقطعيه حسب الورقة زي ما انت ما بتحبي، كبيرة صغيرة وسط زي ما انت حابة. ده كده اهوت معاكم اهوت نقطعوه. مفيش تهدير ولا حاجة في الكرنب. انا اول مرة نجرب الطريقة ديت وعجبتني الصراحة. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، نقطع الكرنب كده زي الجاتو، ما شاء الله يعني. الكرنب احلى كرنب الشتاء. وده كرنب البرسيم بيبقى مسكر، مزروع في الارض في الفلاحين. هنا زي ما انتوا شايفين كده ادينا بنقطع معاكم الكرنب وهنخزنه زي ما هو كده، وبيوفر معانا الوقت والجهد يعني، بدل ما نسلق ونعمل. واول مره نشوف الطريقه دي. زي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت الكرنبتين وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى نكون مجهزة اهوت كده. جبت الاكياس ورحت حطاهم كده، هم الكرنبتين جم الاكياس دي. طلع بس اهم حاجة منهم الهوا، طلع منهم الهوا. ما شاء الله يعني. وهنا هنا بقى اللي كان اتهدر من الكرنباية فهنعملهم محشي. ادي هنا سلكت اللي هو طبعا اللي هي العروق والحتت الصغيرة. هنا جبت مية سخنة، جبت مية حطيت المية على البوتاجاز وحطيت فيها ملح وكمون وملح وهنا دينا نسلقهم اهوت. متاخدش حاجة، الكرنب الشتا ما بياخدش سلق كتير، يا دوبك. هنا بيبقى كله مية وطعمه مسكر وجميل. هنا زي ما انتوا شايفين كده بنسلقها اهي. بص الورقة طرية جميلة ما شاء الله. الطريقة دي سهلة للتخزين في الفريزر، تستخدميها عند الحاجة وسهلة في التخزين زي ما انتوا شايفين. ده كده اهوت كنت سلكتها. نجيب بقى نجلي. ده كده اهوت حطيت حبة سمنة على معلقة سمنة على حبة زيت، جبت بصلية وخرطة زي ما انتوا شايفين كده. هنجهز التسبيكة بتاعة الكرنب بتاعة المحشي. نكون مجهزة فصين توم مع قرن شطة دجاهم مع بعض، حبة ملح. هنا نحط سنة ملح مع البصل عشان تبدأ معانا بسرعة. هاي كده البصلة اتبلت معانا، مش عايزة نتبل قوي يعني. وهنا التوم بالقرن الشطة كنت طحناهم مع بعض دجان في الهون. وهنا يتشوحوا شوية ونحط التوابل بتاعة المحشي. عدد البهارات بتاعة المحشي وحبة فلفل، معلقة صغيرة فلفل صغير.
انا اسفة. انا كنت ضربة الطماطم مجهزاها كده، حطيت الطماطم وكنت حاطة معلقة سكر. جربوا كده، حط معلقة السكر على الصلصة. كانت اتسبكت وحطينا البتاع. وهنا ايه، هنعملها في صينية. هنا طبعا حاطة في جار الصينية بصلية وطماطمية والعروق بتاعة الخضرة. وهنا ادينا اهو زي ما انتوا شايفين بنحشيها. دي اللي هو اتهدر مني من الكرنب اللي انا اللي انا عاملاه معاكم. انا كنت حشيتها. وانا كنت حايشة معلقتين صلصة من التسبيكة نحطها على وش صينية المحشي. وكده مفيش حاجة يعني ايه اتهدر مننا ولا حورة منها حاجة ولا اي حاجة، كل حاجة استخدمناها من الكرنب. وهنا خلاص بقى كنت زودت الشوربة وهغطيها. وكنا عملت احلى من الغدا. ودي ايه تاني يوم من الكرنب اللي انا عاملاه معاكم. يعني مش هتحتاج سلق ولا حاجة، تطلعي من الفريزر على الحشو. متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وشجعوني. حطوا لايك حلو وكومنت. ياريت تجربوا الوصفة ديت وتقولولي في التعليقات. شكرا.